حل مناقشة إسلامية الصف الخامس ابتدائي صفحة 14. أولاً اذكر حديثاً نبوياً يتكلم عن صفتين من صفات المؤمن. حديث صفات المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. صدق رسول الله. ثانياً، لماذا تسر المؤمن حسنته وتسوءه سيئته؟ لأن نفسه تحب الخير، وإذا أخطأ وعمل سيئة تألم وتأذى وتاب، لأن نفسه تكره الشرور والمعصية. عدد 5 من صفات المؤمن. أولاً، يعمل المؤمن بما أمر الله ورسوله ويترك ما نهى الله ورسوله عنه. ثانياً، يحب المؤمن الخير لنفسه وللآخرين ويكره الشر والضرر لنفسه وللآخرين. ثالثاً، يتصف المؤمن بمكارم الأخلاق: الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والإيثار والتعاون والصبر وغيره. ثالثاً، يتصف المؤمن بمكارم الأخلاق: الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والإيثار والتعاون والصبر وغيرها. رابعاً، إذا أخطأ المؤمن وصدرت عنه مخالفة يندم ويستغفر الله ويتوب إليه. خامساً، يهتم المؤمن بشؤون أسرته وأبنائه ويحبهم ويهتم بتربيتهم تربية صالحة.